مكرونة صلصة تونسية على طريقة حورية كويزين. والثوم في الزيت اللي قليت فيها صغار. نزيد ننزل الدجاج ديالي ونقلي مليح. مغرفه تاع طماطم كبيره تتقلى هنا في الزيت. نملح، ندير مغرفه فلفل كحل، الفلفل عكري وراس حانوت، ندير مغرفه هريسه حاره، كلش مع بعضه. طريقات نتاع الرند، ونزيد 2 حبات طماطم مرحيين ونخليها تطيب كيما نقولوا في الماء تاع الطوماطيش. جرى الماء يغلي، ندير شويه زيت، نزيد نرمي مغرفه ملح. نجي هنايا البنات ونفرغ المقارون تاعي ونخليها تطيب. هنا الماء اللي غليت فيه المقارون نرفد منه هكذا، نسقي لاصوص تاعنا، نمرقها بالماء هذا تاع المقارون اللي غليت فيه هكذا يا بنات. بهذه الطريقه بنات نحط الصلصه تاعي هكذا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. نجي نسقي كاع المقارونه تاعي. شوفوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، وصفه رائعه مقارونه صلصه. شوفوا يا البنات ما شاء الله، وصفه رائعه يا بنات، جربوها البنات. الا عجبتكم الوصفه ادخلوا على قناتي على اليوتيوب وصفحتي على تيك توك حورية اوفيسيال. نحط الحار تاعي اللي كنت قليته في الاول هكذا بهذه الطريقه. بسم الله ما شاء الله. وهي المقارونه تاعنا يا البنات هكذا كما كنتوا تشوفوا ما شاء الله.